السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الأحوال؟ أخباركم؟ صلي صيامك مع صبري. المنطقة دي أنا ليا سنين باجي أمشي فيها أنا ورايح أنا وجاي. المنطقة دي جميلة جدا، اسمها ميناتو ميراي، وميناتو ميراي يعني ميناء المستقبل في يوكوهاما. منطقة جميلة جدا فيها كل حاجة. التلفريك ده اتعمل جديد، وأنا فاكر لما جيت هنا يعني ما كانش فيه التلفريك ده من 3 سنين تقريبا. التلفريك ده افتتح او من 4 سنين ما كانش فيه تلفريك، وكنت اقول المنطقه دي هي محتاجه لسه يعملوا فيها حاجه تاني. فمنطقه رهيبه جدا. طبعا انا بحكي معاكم النهارده انا رايح فين وجاي فين. رايح عند كورس ياباني، بستعد للامتحان بتاع شهر 7 ان شاء الله، وبفرجكم على المنطقه الجميله جدا دي ميناتو ميراي في يوكوهاما. طيب ان شاء الله اخر يوم النهارده ده كورس جايس. كورس جايس ده 3 شهور كورس ياباني مكثف شيجوتو نو تاميني هونجو. عمل بيجهزك للعمل، بيتكلم عن مواقف في المكتب في العمل ممكن تحصل باللغه اليابانيه، وبيعلمك ازاي تعدي الانترفيو، ازاي تكتب السيره الذاتيه بتاعتك بالياباني. والصراحه يعني احنا هنا في اليابان يعني عاوز اقول لكم على حاجه، ممكن تكون في بلدك انت احسن واحد سي او بوس مانجر، انت اللي ما فيش زيك، تيجي اليابان كأن مالكش لازمه. انا شفت ده بقف كتير مع ناس كتير، تيجي اليابان كأن مالكش لازمه. بيكون اول سبب ده بيكون اعتقد هو اللغه اليابانيه. يعني اول سبب بيكون هو اللغه اليابانيه، لان انت فاهم وانت جامد قوي، بس انت مش عارف تتواصل مع الناس هنا باللغه. فانت عندك مشكله. فحتى لو انت شاطر في تخصصك فالموضوع مش سهل يعني. ماشي. فدي حاجه. الحاجه التانية هم اليابانيين مش بس لغه، هم ناس معتزين جدا باللي هم عاملينه والنجاح اللي هم عاملينه والحضاره والتقدم والتكنولوجيا ومش عارف ايه. فانت تعالى، انت مين؟ ماشي تعالى، احنا عاوزين ده، امشي على النظام ده. فيبداوا يجهزوك ويأهلوك من جديد. انا لاحظت القصه دي قوي. طيب نرجع لموضوعنا. كورس جايس النهارده اخر يوم لينا 3 شهور بنروح من الاثنين للجمعه كل يوم بالليل 2 ساعتين. كورس كان طويل جدا وصعب، والحمد لله يعني الريكوايرمنتس للتخرج بتاعته احنا عديناها، سواء نسبه الحضور او الاختبارات اللي عديناها، وانك تكتب اهم حاجه في الاخر الريك شو ده اللي هو السيره الذاتيه بالياباني. ماشي. ده بالنسبه للجايس. الكورس ده بطريقه يعني واحد زميلي، واحد مغربي، والله في الجروب بندردش كده ومش عارف ايه، لقيته بيقول لي ده انا لسه مخلص كورس اسمه جايس وبتاع لاند مارك، لسه مخلص كورس اسمه جايس. فرحت في مكتب اسمه الهالو ورك بتاع العمل، فرحت قلت قال لي روح اسال عليه. فالمهم رحت سالت، قال له بنقول لك سجل دلوقتي، الكورس هيبدا الاسبوع الجاي على طول كده. وبدانا فيه على طول فعلا، بس كان كورس مفيد. ولكن المشكله ان هو باخر اليوم فالواحد مبقاش مركز، عدى حاجات كتيره في اليوم، فانت بتروح بتسرح في الكورس فما بتبقاش مركز. لكن ان جنرال الكورس كان كويس ومفيد. الناس فاكرانا هنا احنا قاعدين بنلعب. يا جماعه الغربه صعبه. يعني ايه الغربه صعبه؟ يعني جري، يعني مسؤوليات، يعني التزامات، يعني لازم تبقى غير ان انا بحس يعني غير الناس اللي قاعد في البلد غير اللي قاعد في بلده. ايوه انت برضو بتجتهد والحياه صعبه، انا واخد بالي، بس مش زي هنا. لان انت لو هنا ما انجزتش او ما مشيتش كويس او ما حققتش اللي عليك وما مشيتش بالسرعه بتاعت الناس اللي ماشيه في البلد دي، بالعكس احنا بنبقى جايين عندنا حاجز اللغه ده اكبر، فاحنا بنضطر ان احنا نجتهد بزياده عنهم. هم بيروحوا يريحوا بعد الشغل اللي احنا بنشتغله نفس الشغل. انا والياباني قاعدين بنشتغل نفس الشغل كويس، هو يروح يلعب ويريح، انا اروح اقعد اذاكر اللغه. فموضوع فعلا مش موضوع سهل، بالرغم ان السنين عدت، لكن برضو الموضوع فيه تحدي كبير يعني. فاحنا بنجتهد هنا جامد يعني. ماشي يا جماعه، انا قلت صلي صيامكم، ولا خليكم معايا لغايه ما نروح لنيتا سينسي عندنا الكلاس، وهنمشيكم في منطقه احلى هنا في ميناتو ميراي ونفسحكم. يلا بينا نعدي الاشاره لما تقفل. ده كافيه اسمه هارد روك، المفروض ان هو كافيه ظريف، بس انا عمري ما دخلته، بس هخشه ان شاء الله.
الصراحه انا يعني لما بتيجي فرصه اتمشى في المنطقه دي ببقى مبسوط جدا. منطقه جميله، منطقه عمل وشركات كتير. بس انك تسكن هنا كتير صعب، غالي يعني. السكن هنا غالي شويه من ناتو مراي. رمضان، طبعا احنا صايمين صح؟ رمضان كل سنه وانتم طيبين. فكان الناس دي كلها، دي الناس دي فتره فاطرين اهو، كلهم فاطرين اهو، بس احنا صايمين. فالموضوع ده مش سهل. وبعدين تبقى انا كنت قاعد في المكتب، واحد زميلي جنبي عمال يشرب قهوه وشامم الريحه. ومثلا ساعه الفطار مثلا ممكن يكون عندك موعد اصلا ساعه الفطار اهو، او تكون بتيجي رايح حته او جاي من حته، فبنفطر في اي حته اي حاجه. بنفطر اي حته اي حاجه. ده شيك شاك ده رهيب بقى، تاكل برجر هنا رهيب. هنا في تيك هاب يوكوهاما. تيك هاب يوكوهاما جميل، تيك هاب يوكوهاما جميل. دخلته مره استكشفته، بيعملوا ايفنتس وحاجات. هنفطر المغرب قدم من 5 دقايق. تعالوا نشوف النهارده هنفطر ايه. اودون كاكي اودون وا اتسوي かけうどんは熱いやつです。小さい。かけうどんの小さいやつ。そう小でいいですね。何？こんくらいの。そうそうそうそう。これで。はい。かけうどんの小になりますね。はい。失礼します。ありがとうございます。اوكي ناخذ واحدة بصل، ده المفضل عندي، بصل مقلي. اوكي. وده ايبي جمبري. اديني في الجمبري، هات اكبر واحدة يا ابو صبري. اوكي. خد واحدة من دي تاني عشان الزحمة. عاش يا ابو صبري. اوكي هناكل ايه تاني؟ تشيكن. لا مش هينفع، لازم نزود حاجة. سلسة. اوكي هناخد واحدة كمان جمبري. اوكي. ده بيض لوتس روت، معرفش اللوتس روت ده ايه. ماشي ناخد واحدة ناخد واحدة فيش كيك. اوكي اوكي اتس اوكي. هاي اوكي سويكا دي. هاي اوكي. هذا هو الساعة. اوكي هنا بقى نحط شوية بعض الخضار نظبط الأداء. صحة ريس. ناخد بعض الكريسبي.
البتاع ده مشطشط الجينجر. اديني جينجر يا معلم. اوكي. وسابي مش هيخسر، وسابي حراق. شغال يا معلم. ميه عشان لغايه دلوقتي ما فطرناش، المغرب قدم لي ربع ساعه. ادي يا معلم. فطار مغترب. هنفطر يا معلم.